انا جايه النهارده عشان افك لكم اللغز بتاع ليه في ناس ممكن تكون بتكرهك بدون سبب مع انك شخص طيب وجميل ومعطاء، كل الحاجات دي. وايه التصرف الصح مع الناس دي من غير ما ندي الموضوع اكبر من حجمه ومن غير ما نقلل من نفسنا عشان نرضي حد. لما تفهموا السبب هتتصرفوا التصرف الصح من غير ما تحسوا ان حد هو اللي محفظكم التصرف ده او ان انتوا متقلكوا تعملوا كذا، انتوا هتبقوا بتعملوه وانتوا مقتنعين تماما ان هو ده الصح. انا اسمي روناء وجايه النهارده اقول لكم ليه بعض الناس ممكن يكونوا بيكرهونا بدون سبب، وهبتدي بقصه حصلت معايا وانا صغيره. كنت في 5 ابتدائي. طول فترة ابتدائي كانت في واحدة زميلتي كده في الفصل يعني، والله القصة دي حصلت. كنت يعني بعاني من التعامل معاها شوية. أنا كنت متفوقة جدا في المدرسة وغالبا كنت أنا أكتر واحدة شاطرة في الفصل بتاعي. فالبنت دي كنت دايما الاحظ ايه، مثلا ابقى انا قاعده بحل وبعدين بعد ما سلمت الورقه تقول لي انا شفت عندك سؤال انت عاملاه غلط، وانا كنت بموت على الدرجه يعني. فكنت افضل متضايقه اقول لها طب ايه، تقول لي مش هقول لك. وطبعا انا طفله صغيره ومش فاهمه حاجه، فكنت بزعل قوي واروح متوتره ومتضايقه. وكانت بتعمل حاجه كده لما بيكون عندنا مثلا مدرسة جديدة، وخصوصا بقى ان كان في مدرسة كده اللي هي مدرسة لسه صغيرة في السن، ما عندهاش ولاد، فبيبقى الأطفال بالنسبة لهم حاجة جميلة قوي. فهي كانت بتلعب على الحتة دي عند المدرسة دي. لما كانت تيجي عندنا الفصل كانت تقعد البنت دي كانت تقعد تكتب لها جوابات قد ايه بتحبها، وكانت تديها لها وكانت تحط لها عليها ستيكر، وكانت بتهتم بيها قوي، كل شويه تروح تكلمها فالميس تلعب معاها و... وكانوا عاملين حاله هما الاتنين يعني. اتاري هي كانت بتعمل كده علشان تعرف تستغلها ضدي. تخيلوا طفله تعمل كده، يعني طفله يكون عندها الالعاب النفسيه دي. وهقول لكم في الاخر السبب كان ايه. وفي يوم من الايام بعد بقى ما ضمنت المس دي انها بتحبها، وكانها انفجرت وقعدت تصرخ وتدبدب في الارض وتقول لهم انا بكرهها عليا، انا ما بحبهاش، انا مش عايزاها تمشي، مشوني من الفصل ده. قدام طبعا الميس دي، لان هي ضمنت انها بتحبها، هي ما تقدرش تعمل كده قدام اي حد تاني، كله كان بيني وبينها. ولكن عملت كده لما ضمنت ان الميس دي بتحبها. فالميس خدتنا احنا الاتنين بره. انا طبعا انا في حاله صدمه، انا عامله كده، انا مش فاهمه اي حاجه، وهي مطلعانا احنا الاتنين بره وعماله تقولي انت عملتي معاها ايه. وهي كانت طيبه بصراحه، يعني ما عملتليش اي حاجه غير انها قعدت تسالني انت عملتي معاها ايه، وهي تعيط وتصوت وتدبدب في الارض وجالها انهيار عصبي وتقريبا الناس اللي حوالينا كانت بتتفرج علينا، وانا مش فاهمه خالص ايه اللي حصل. عدى الموقف وانا ما قلتش عن الموقف حتى لحد عندنا في البيت ولا اي حاجه. واتفاجئ انه في نتيجه 5 ابتدائي بقى اللي هي شهاده، طبعا لقيتها هي بتتصل بيا وبتقول لي، طبعا كان تليفون ارضي بقى وبتاع، كانت بتتصل بيا وبتقول لي جبتي كام وعملتي ايه، وكان صوتها منكسر قوي كده. وانا قلت لها انا جبت كذا وكنت جايبه اكتر منها. فقام باباها ماسك منها التليفون وقال لي جبتي كام يا روناء؟ قلت له كذا. قال لي برافو عليكي، انت شاطره، انت متفوقه، هي فلانه الخايبه دي عمرها ما تقدر تجيب اكتر من كده ومش عارفه ايه، وبهدلها قدامي في التليفون. انا طبعا انا كطفله ولا ليا كان في الدنيا دي كلها، ولا ليا في انا ما كنتش عارفه هي بتعمل معايا كده ليه، ولا المفروض راجل كبير عاقل واعي يخليني اتدخل في مشكله بينه وبين بنته وهو عايزها تبقى مستوى معين. انا ماليش اي دعوه بكل ده. ولكن انا اتفاجئت لما قفلت التليفون، فهمت هي ليه كانت بتكرهني الكره الفظيع ده. هل الموقف ده خلاني اتعلم لما اكبر ان لما حد يكرهني او حد عنده مشكله معايا ان ممكن تكون المشكله فيه هو، او عشان انا ممكن اكون احسن بزياده منه فهو ممكن يكون بيعمل كده عشان كده، وان المشكله مش من عندي، واني المفروض ما احاولش اثبت نفسي لحد خالص خالص. نفس يعني بصوا، هو الموضوع كان ليه اسباب كتير قوي، ولكن انا برضو كنت شخصيه طيبه زياده عن اللزوم. يعني مش قادره اقول طيبه عشان ما اظلمش الطيبه، ولكن هي كانت بقى ايه، طيبه مبالغ فيها، مش هنقول ده ايه، ولكن هو اشبه بالسذاجه شويه.
بعد كده لما كبرت ولقيت ان في ناس بتتضايق مني من غير سبب، للأسف الشديد ما كنتش بفتكر أبدا أبو صاحبتي دي إن هو اللي كان السبب مش أنا، وكنت دايما بحس إن كأن على راسي بطحة، أو إن أنا اللي المفروض أروح أثبت نفسي للناس. لما كان حد يعاملني بطريقة أنا مش عايزاها كنت بحاول أثبت له قوي قد إيه أنا طيبة وقد إيه أنا جميلة وقد إيه أنا أتحب. واكتشفت إن أنا لما كنت بعمل كده يا جماعة إن أنا كنت بأذي نفسي بزيادة، لأن هما كانوا بيأذوني بزيادة. ممكن يكون السبب ان هو داخل في مقارنه معايا بسبب حد بيقارنه بيا، ممكن يكون السبب في ان هو نفسه حاسس بالنقص او هي نفسها حاسه بالنقص وبتقارن نفسها بيا، وممكن يكون السبب انه انت موجود في بيئه ممكن تكون انت افضل حد فيهم، او انت لو موجود في اي بيئه هتبقى احسن حد فيهم، او ممكن حاجه تانية خالص. نورك الداخلي، احيانا الطيبه قوي والنفسيه الصافيه قوي، ومش هقول انه البني ادم الطيب ملاك او ان كل الناس بتغير منه ملاك، ومفيش حد ملاك، يعني كلنا بني ادمين وعندنا عيوب، ولكن لما يكون الطبع الغالب عليك هو الطيبه والحنيه من قلبك، من قلبك انت ما بتمثلهاش، انك صافي من جوه كده، ده بيعمل حاله يا جماعه. عارفين لما يكون بني ادم شرير بيبان ساعات على وشه، ساعات مش في كل الاوقات، ولكن ساعات بيغير ده ملامحه. لما يكون حد طيب قوي بيغير ده ملامحه. لما يكون حد منور قوي من جواه ده بيغير على فكره ملامحه، ده بيخلي كده في حاجه منوره اكتر، بيخلي الناس لما تقعد معاه تحس انها مرتاحه له اكتر. ده الناس الطيبه. طبعا الناس اللي مش طيبين يحسوا ان في شيء فيه مستفزهم. يعني في ناس ممكن تكون اقل من الناس ماديا، ومع كده الناس الاعلى ماديا دول يكونوا بيغيروا منهم قوي او ما بيحبوهمش كده بدون اي سبب، مع ان الناس دي طيبه وكويسه معاهم. هي الفكره مش بس ماديا، مش بس انا عندي حاجه ماديه او ان انا اشطر من حد او ان انا احسن من حد. احيانا بيكون الشخص ده عارف من جواه ان هو مش نظيف كفايه او ان هو مش طيب كفايه، فنورك مستفزه، هدوءك النفسي مستفزه. هو مش قادر هو حاسس انه مش قادر يستفزك بكل اللي عنده ده، فده مستفزه. انت ممكن يكون مش همك كل ده، او بالنسبه لك ماشي اوكي عندك حاجه حلوه تمام مبروك، ما يكون ده مش يعني ده عدم اهتمامك قوي ده يكون مستفزه. من هنا اتعلمت، وبعد كتير، وعلى فكره انا خدت وقت عشان اتعلم ده، مش عارفه ليه، مش عارفه السبب اللي توصلت له، ان انا ما بحاولش اثبت نفسي لحد. الشخص الكويس هيشوفك كويس. يعني اقول لكم على حاجه، انا كان في شخصيه في حياتي كده الله يرحمها ويحسن اليها، انا اول ما انا وهي شفنا بعض حبينا بعض جدا جدا. هي كانت انسانه طيبه قوي، وانا يعني الحمد لله كده، فحبينا بعض جدا. فانا مصدقه حاجه، الطيبين بيحبوا بعض، واللي شبه بعض بيحبوا بعض، اللي شبه بعض بيحبوا بعض. فلو انتوا كويسين وعارفين ان انتوا كويسين، الكويس هيحبكم. ممكن يكون حد كويس ولسه ما فهمكوش صح، فدي برضو مش مشكلتكم، يعني دي مش مشكلتك انت كشخص. واكتشفت حاجه، انه بس التعامل الكويس، يعني بس الشخص لما يكون انسان محترم وكويس وبيعامل اللي حواليه بما يرضي الله، ما تحاولوش تعملوا اكتر من كده، ما تحاولوش تعملوا اكتر من كده. لاني اكتشفت ان لما بنحاول نثبت نفسنا لناس مش كويسين اصلا، او بيكنوا جواهم ناحيتنا مشاعر مش كويسه، عطائنا الزياده ليهم بيستفزهم. اوعوا تفتكروا ان انتوا لما تعاملوا حد حلو قوي او تثبتوا له نفسكم قوي او تدوا له قوي هيرد لكم ده يقول الله دول طيبين. يا جماعه اللي مستفزهم فيكم ان انتوا طيبين. ليه مش قادرين نفهم ونستوعب ده؟ اللي مستفز الناس دي في الناس الكويسه هم انهم ناس كويسين. كل واحد عارف نفسه من جواه، مهما كان بيضحك على نفسه وبيقول لنفسه انه كويس وجميل، عارف قرارة نفسه هو عامل ازاي. فالخلاصه انه لما حد يكون بيستفز مننا بدون سبب، دي مشكلته هو، سواء كان بسبب حد بيعايروا بينا زي مثلا او صاحبتي، ويا ريتني اتعلمت الموقف ده بس انا كنت طفله برضو، او مثلا حد بيتعامل معانا مش كويس بدون اي سبب واحنا بنحاول نثبت نفسنا ليه فيزيد وحاشه، لان هو اصلا متضايق من ان احنا كويسين او فينا حاجه منوره. ان احنا ما نحاولش نثبت نفسنا لحد، اللي عايز يشوفنا كويسين هيشوف، واللي مش عايز الوقت هيوريه. ولو هو مش فكرة الوقت يوريه، وهو مش بس قرينا غلط، هو ما بيحبناش لحاجة حلوة جوانا، فعمره ما هيتغير. ولو قدمنا له بإيدينا دي الذهب وبإيدينا دي الفضة، هو مش هيتغير ناحيتنا، لأنه هو مشكلته معانا
جواه هو مش جوانا احنا. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير. مع السلامة.